هو ده تتر النهايه بتاع صلاح وكلوب؟ خلصت الحكايه بخناقه؟ يعني يا جماعه ازاي؟ يعني ده اخر المشوار يحصل كده؟ ده الاتنين كان في بدايه المشوار يعني زي السمنه على العسل كده، كان حاجه حلوه، كان الاتنين عاملين دويتو صلاح وكلوب. ايه يا عم كلوب؟ ايه يا عم كلوب؟ انت فجاه خرجت من موسم صفري فجاه كده ولا حاجه. يعني سبحان الله، كان بينافس دوري الابطال، هوبا راح الدوري الاوروبي، هوبا خرج. ماشي، ده في البدايه ماشي. مش عارف بطوله ايه، خرج الدوري خلاص، راح باي باي دوري. السيتي مع اللارا هيخلص الحوار ماشي. ولكن ان النهارده تتقفل كده، تتقفل كده، انت فاهم قصدي؟ يعني انت قاعد يا جماعه، ما ينفعش القفله دي، ما ينفعش تتر النهايه يخلص على كده، ما ينفعش تتر النهايه يخلص بمشاده قويه جدا جدا ما بين صلاح وما بين كلوب على الخط. ما ينفعش. ده انت متخيل الاتنين؟ وابو تريكه طلع بتصريح جامد. ابو تريكه قال لك تصريح جامد جدا، بيقول لك ايه؟ بيقول لك صلاح غلطان، صلاح غلطان. انا بص، انا هجيب لك التصريح بالظبط عشان ايه ما نقعدش نعمل. بص ابو تريكه بيقول لك بيقول لك انا بحب صلاح ماشي وكلوب، انا بحب صلاح وكلوب، ورايي الشخصي ان صلاح غلطان ماشي، وعشان كده ده مدربه. هو بيقول لصلاح ده عشان كده ده مدربك، والكلام اللي يدور بينك وبينه ما ينفعش ان هو يحصل منك ردة فعل والكلام ده. وقال لك انا حزين جدا على المستوى الشخصي، والناس كلها عارفه ان محمد صلاح اخويا الصغير، بس انا بقول الصح صح والغلط غلط. انا مع كلام ابو تريكه، يعني كلام ابو تريكه ان ما ينفعش مهما المدرب قال، ما ينفعش انك تطلع او يحصل المنظر ده، ان محمد صلاح وكلوب طول الوقت عليهم الكاميرات، طول الوقت الكاميرات جايباهم تمام. صلاح بعد الماتش في تصريح كده قريته، بيقول لك انا لو اتكلمت دلوقتي هيحصل نار ماشي. وكلوب في المؤتمر الصحفي بيقول لك موضوعي مع صلاح خلاص خلص في اوضه اللبس، فالموضوع منتهي. فالقصه تحس ان هي فيها هل صلاح هيغادر ليفربول بعد كلوب؟ ما الموضوع بقى غريب يا جماعه. ما هو تتر النهايه لما نزل شقلب الدنيا، اللي هي المشاده اللي حصلت في الماتش النهارده ماشي. والصراحه كلوب في اخر فتره بخروج صلاح، قعود صلاح على الدكه، ما تفهمش القصه. ومفروض دوت نجم الفريق بتاعك، المفروض ده اللي يكسبك، المفروض ده يعني، بس مش فاهمها برضه، مش فاهمها. ولكن انت متخيل واحد كان مكسر الدنيا مع ليفربول فجاه ده يكون مشهد النهايه، ده يكون تتر النهايه، يعني يخلص الحوار بخناق. يا برنس يحصل بينهم وبين بعض عدا وكلام وعتاب والكلام ده كله، ولكن المنظر اللي ظهر على مستوى العالم ده كله اللي حصل ما بين صلاح وكلوب ده حوار كبير قوي، حوار كبير قوي. وكل الناس بقى قاعده يا باشا مستنيه السقطه واللقطه. ولكن يعني محمد صلاح مش عارف لغايه دلوقتي هو هيكمل مع ليفربول ولا ايه، ولكن ادينا هنشوف في الايام. ولكن الخناقه اللي حصلت دي والحوار ده يعني صلاح غلطان.